أوجيني في الطريق إلى مصر، ومن أجل عينيها بنيت حديقة الأسماك، وقد بنى لها الخديوي إسماعيل قصر على النيل. وفي حديقة القصر أغرب وأجمل حديقة في العالم، حديقة الجبلية. تحكي الأميرة فاطمة أن والدها الخديوي إسماعيل حين كان شابا يدرس في باريس أحب فتاة فرنسية أرستقراطية، وتمر السنين ويصبح هو خديوي مصر وتصبح هي إمبراطورة فرنسا. كان الخديوي له أمنيتين: أن تكون بلده مصر واحدة من أجمل بلاد العالم، وأن تأتي أوجيني في ضيافته لترى إنجازاته. أما الأمنية الأولى فقد حققها بجدارة، والأمنية الثانية وجد في نفسه سببا لتحقيقها: افتتاح قناة السويس، وتكون هي ضيفة شرف الحفل. وتبدأ الترتيبات. يشتري الخديوي جزيرة على النيل، ويستدعي أجمل خبراء المعماريين من أوروبا لبناء قصر الجزيرة، ويظهر القصر أجمل ما يكون. وتأتي المفروشات من فرنسا وإيطاليا، وتبنى نافورة في وسط من أجمل نافورات المياه في مصر. ويضع الخديوي تمثالين لأسدين من الرخام الأبيض على مدخله. وعكف الخديوي على التفكير في إنشاء حديقة لا مثيل لها في العالم، فكانت حديقة الأسماك. طلب الخديوي إسماعيل من مدير متنزهات باريس إحضار أحد الخبراء لتصميم حديقة تكون على شكل جبلية، واستخدم الخبراء الرمل الأحمر في بنائها، وأصبح المنظر العام للجبلية في منتهى الروعة والجمال. ولذلك أطلق على هذه الحديقة اسم حديقة الجبلية. وبمرور الهواء داخل هذه التكوينات يصدر منها صوت كموج البحر. قضت أوجيني في مصر 21 يوما، كانت كقصص ألف ليلة وليلة، ولكنها قصة حقيقية حدثت بالفعل. بطلها خديوي مصر إسماعيل باشا، والذي أحبها وأحب أن ترى بلده مصر كباريس الشرق وأجمل. وتضيف الأميرة فاطمة: وتمر السنين ويترك الخديوي الحكم، ويقضي بقية حياته بعيدا عن بلده، وتسقط الإمبراطورية في فرنسا. إلا أن أوجيني تظل على ذكرها القديمة، وتزور مصر مرارا بعد وفاة الخديوي. في أحد الزيارات تطلب أوجيني السفر من بورسعيد لزيارة القاهرة، ويشاهدها المصريين وهي تمشي حول قصر الجزيرة وحديقة الجبلية على الرغم من كبر سنها. وكانت تبكي، وكأنها كانت تتذكر أن كل هذا الجمال كان من أجلها حين أحبها خديوي مصر وعشق جمالها. كانت آخر زيارة لها في مصر. ماتت أوجيني وحيدة فقيرة في بلاد غريبة تماما كما مات من أحبها، وبنى من أجلها أجمل وأغرب حديقة في العالم آنذاك. وتظل الحديقة واقفة تحاول جاهدة التماسك لتتذكر إنها كانت أجمل حديقة لعشاق مصر، دون أن يعرف أحد قصتها. الله يرحمهم.